لوكاكو يرفض التوقيع للهلال السعودي. السيتي يدرس انتداب ندياي مدافع ليون، ووكيل سيلفا يريد ضمه لسان جيرمان. رفض البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الانتقال لصفوف الهلال السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وانتهت إعارة لوكاكو إلى إنتر بنهاية الموسم المنقضي ليعود لناديه الأصلي تشيلسي. وانسحب إنتر من سباق شراء لوكاكو نهائيا بعد عدم رد اللاعب على اتصالاتهم وعلمهم بدخوله في مفاوضات مع يوفنتوس. وبحسب صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فقد قدم يوفنتوس عرضا لتشيلسي لشراء لوكاكو مقابل 40 مليون يورو، لكنه ينتظر بيع دوسان فلاهوفيتش أولان. السيتي يدرس انتداب ندياي مدافع ليون. ما يزال مانشستر سيتي مصمما على ضم نجم دفاع المنتخب الكرواتي ولايبزيغ يوسكو بفارديول، لكن ذلك لن يثنيه عن القيام بصفقة دفاعية أخرى. ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل، يدرس مانشستر سيتي إمكانية ضم مدافع ليون عبد الله ندياي. وأضافت أن السيتي يرى في ندياي صفقة مفيدة للمستقبل نظرا لصغر عمره. وقدم اللاعب البالغ من العمر 21 عاما أداء مثيرا للإعجاب على سبيل الإعارة مع باستيا في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، ما جذب انتباه عدد من الأندية التي تدرك مشاكل ليون المالية. وكيل سيلفا يريد ضمه لسان جيرمان. كشف تقرير صحفي فرنسي أمس الاثنين عن آخر تطورات ملف رحيل البرتغالي برناردو سيلفا عن صفوف مانشستر سيتي. واقترن اسم سيلفا بقائمة الراحلين عن مان سيتي هذا الصيف في ظل اهتمام برشلونة وباريس سان جيرمان بضمه. وبحسب شبكة فوت ماركاتو الفرنسية، فإن خورخي مينديز وكيل أعمال سيلفا يسعى لنقل اللاعب من مانشستر سيتي، علما بأن عقده ينتهي في صيف 2025. وأضافت: مينديز يفضل باريس حيث يتمتع بعلاقة جيدة جدا مع لويس كامبوس المدير الرياضي للنادي الفرنسي، ويسعى لنقل برناردو إلى حديقة الأمراء.